يا مساء الفل. دلوقتي قدامك 9 ألغاز، لو حلتهم هتلاقي نفسك حاجة كده تنقلك من الولا حاجة لكل حاجة. يعني ايه تبعت لنفسك رسايل عشان تستلمها بعد 18 سنة؟ ازاي تعرف ان العلاقات اللي انت فيها دي مؤذية ومسممة، وازاي تقدر تتخلص من الأذى ده؟ كل ده موجود في الرواية اللي هنتكلم عنها النهاردة. فارجع بظهرك لورا كده كالعادة وركز معايا، وأكيد متنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو ده لأنه هيعجبك. هتلاقي في الديسكريبشن بوكس لينك لتحميل الرواية ولينك البيج الفيسبوك لو حابب تعرف أكتر عن آخر مترو. رواية إذما بشكل عام بتتكلم عن الشغف والجري وراء أحلام الطفولة مهما كان الطريق صعب وغريب. فيها قيم كتير زي الأمل وعدم الاستسلام والمثابرة والسعي وراء النجاح مهما كان شكل النجاح ده بالنسبة لك. في كمان جزء مهم عن طرق التعامل مع العلاقات المسممة اللي بنقابلها في حياتنا، حاجة كده من بتوع كيفية الخروج من العلاقات السامة في 30 ثانية فقط. رغم إن رواية إذما حققت نجاح كبير جدا وتقييم الرواية على جود ريدز كان 4.10 يعني حوالي 4 نجوم وشوية، لكن آراء الناس في الرواية دي كانت مختلفة. ناس قالت إن الرواية فعلا جميلة وعظيمة وتستحق الثناء، وإن الرواية مش حدوتة ملتوتة وخلاص، لأ دي حدوتة حلوة وكلنا أبطالها بندخلها ونخرج منها ومازلنا مكملين، وإن في قيم إنسانية جميلة ومفتقدينها حاليا، وإن بناء الرواية كان سهل وسلس وأسلوب الكاتب كان مبشر بالنهاية الجيدة. ناس تانية شافت إن الرواية كانت overrated جدا وكل الشخصيات كان مبالغ فيها وخرجت من نطاق الواقعية وحتى ما كانتش خيالية بشكل يخليك مستمتع بالأحداث، فكانت ما هي إلا قصة طفولية خالية من إبداع الفكرة وبتعتمد على أفكار سطحية وتبريرات واهية علشان بس تكمل أحداثها. ده غير إن كل حاجة في الرواية كانت محلولة لدرجة إنه حسسك إن كل المصاعب اللي قابلت البطل كانت ما تستاهلش وكل حاجة كان ليها حل والمخرج عاوز كده. ومن جوانب تانية تباينت الآراء بين إن الرواية أوفر شوية لكنها كانت ممتعة ولا بأس بها وأسلوب الكاتب كان حلو، وبين إن بداية الرواية كانت مشجعة لكنها ما كملتش بنفس الطريقة وكانت محتاجة أحداث أقوى من كده. مؤلف الرواية هو محمد صادق اللي اتولد سنة 1987 وليه أعمال تانية غير كتابنا بتاع النهاردة زي طه الغريب، بضع ساعات في يوم ما، وزي رواية أنت، وزي هبتة اللي احتلت قوائم الأكثر مبيعا من أول ما نزلت واللي اتحولت لفيلم سنة 2016 من إخراج هادي الباجوري بطولة ماجد الكدواني وياسمين رئيس وعمرو يوسف ونيلي كريم وأحمد بدير. وبكده نكون خلصنا كتاب النهاردة وحلقة النهاردة. استنانا الفيديو الجاي مع كتاب جديد على آخر مترو.